واش لا فامي صافا، كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. الفيديو ديال اليوم جيت نشارك معكم تحليه ديال الكؤوس اللي كتجي غزاله. ولكن قبل كل شيء مرحبا بكم في قناه عالمكم سيداتي مع سلوى. بالنسبه للمقادير غادي نحتاجو فلان ديال الشوكولات، نحتاجو نصف لتر ديال الحليب، وغادي نديرو فيه 3 المعالق ديال السكر سنيده على حسب الحلاوه اللي كتبغيتو. بامكانكم ديروا غير جوج تكتفيو بها. وغادي نديرو عليه فلان ديال الشوكولات ديالنا. ما بغاش تحليه البكيه، حليتها ورجعت لكم. يدي راه فيها النعجة ماشي الدقيق. مشيت جبت الباكية ديال النعجة، راه توسخات ليا يديا. ودابا غادي نديرو 2 معالق ديال النعجة ولا معلقة ونص كبيرة. انا كنصفيها باش حتى الا كانت فيها شي وسخ ما كيطيحش. غندير فيها حبيبات ديال الشوكولات. دابا غنخلطوا المكونات كلهم باش يتجانسوا لينا، باش ميبقاش عندنا النعجة على شكل كويرات. ايوا بعد ما خلطناهم غادي نديرهم على النار ديالنا. ومور ما غلاو لينا مزيان غادي نزيدو عليهم البسكويت. دابا ها هي تقالت لينا كيف ما شفتوا على هاد الطريقه هذا. نديروه في المولينيكس ديالنا، غادي نزيدو عليه البسكويت. وقبل كلشي تاكدوا ان المولينيكس ديالكم ما كتردكش بالسخونيه، باش ماشي ديروه طردق ليكم، حيت كاين بعض الانواع اللي ما كتستحملش السخونيه. خليت عندي واحد شويه ما درتوش، حيت غادي نديرو في الكؤوس من التحت. ايوا دابا غنخلطوا كلشي. بالنسبه لي علاش كندير البسكويت باش يتقال شي شويه، حيت كاين اللي ما كيعجبوش فلو يكون جاري. انا كيعجبني فيه البسكويت كيكون مخلط معاه. ايوا دابا شدينا الكؤوس ديالنا، درنا فيهم شي شويه ديال الكاطو اللي عندي مطحون. بالنسبه للكاطو انا كنستعمل هيرنيس. دابا غادي نكبوا الفلان ديالنا. ما غاديش نعمرو الكيسان حيت باقي عندنا الطبق الثاني. بالنسبه للطبق الثاني عندي نصف لتر ديال الحليب، غنديرو فيه 2 معالق ديال السكر سنيده. كذلك غادي نديرو فيه معلقه كبيره ديال النشا ولا معلقه ونص على حسب اللي بغيتو، على حسب الثقل اللي كتبغيو. هي معلقه ونص كيجي ثقيل بزاف. ومور ما نخليوه تيغلي لينا غادي نزيدو عليه دانون. كيف ما شفتوا معنا ها هو تقال لينا. دابا غادي نزيدو عليه دانون، كيجي فيه واحد المذاق زوين. وبامكانكم ديروا حتى الجبن اللي عنده الجبن. انا اكتفيت غير بدانون. ايوا صافي دابا نخلطوهم كامل، نخلطوه مزيان حتى يتجانس لينا بجوج. كيجي فيه واحد المذاق زوين. ايوا دابا غادي نديروه في الكؤوس ديالنا اللي هو الطبق الثاني. نحاولوا نقادوه غير بالمعلقه حيت ثقيل. ايوا كيف ما شفتوا معنا جا على الشكل هذا. بالنسبه للتزيين بامكانكم تزينوه باللي بغيتو. انا غادي ندير فيه غير الشوكولا. ايوا هذا هو الفلان ديالنا. دابا غادي نديروه في الثلاجه يبرد لينا. ايوا من بعد ما برد هذا هو شكل الفلان ديالنا. كيجي غزال، ديروه ما غاديش تندموا وجربوه. وبالصحه والراحه. كنتمنى يعجبكم وشكرا على مشاهده الفيديو. ما تنساوش اللي مشاركش بالقناه يشارك بالقناه، ديروا لايك وتفعيل الجرس.